ماذا لو فقد إيمانه بأهم 3 أشياء في حياته؟ ده اللي حصل النهاردة لبطل روايتنا في رواية ضي يونس لنرمين نحمد الله. الرواية بتحكي عن عالم مخترع اسمه يونس، تعرض للغدر والخيانة من أقرب ناس في حياته، ففقد إيمانه بأهم 3 حاجات في حياة الإنسان، وسماه مثلث الرعب اللي هو الحب والدين والوطن. واكتئب يونس وقرر ان هو يعزل نفسه تماما عن الناس، مش عايز يشوفهم، وبدأ تبقى حياته كلها من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. وقرر انه يعمل لنفسه عالم لوحده خالص ومعاه كائنات خالدة، كائنات هجين من الأناديل والبشر، وسماها أناديل هيولان. العالم ده كان مقسوم لقسمين، أناديل النور وأناديل الظلام. طب كان بيحصل إيه بقى في العالم ده؟ ده اللي هنشوفه كمان شوية، بس عايزة أقول لكم إن هو ظهر في حياته نور جديد. واحدة اسمها ضي كانت طالبة عنده، حبها جدا وحبته، وحاولت ان هي تخلي حياته احسن، وحاولت ان هي تساعده عشان تخرجه من الظلام اللي هو عايش فيه ده الى نور الدنيا. بس هو عشان كان بيحبها كان خايف عليها قوي من عقده النفسية، وكان خايف قوي يأثر عليها، ولكنه اتجوزها. فبعد ما اتجوزها ما عاشوش في تبات ونبات، بالعكس عمل حادثة وقعد في الغيبوبة فترة طويلة جدا. ولكن من دلوقتي هنبتدي الخيال اللي في القصة. يونس وهو في الغيبوبة شاف نفسه تحت البحر، في أعماق البحر، وسط مين؟ أناديل الهيولان اللي هو اخترعهم، أناديل النور وأناديل الظلام. راح الأول لأناديل النور، ولكنه ما اتفقش معاهم خالص، لأنه ما كانش مؤمن لا بالحب ولا بالدين ولا بالوطن، وده مثلث الرعب اللي كان عامله لنفسه. فمشي وساب، راح على أناديل الظلام، برضه ما اتبسطش معاه، لأنه شاف ظلام ما بعده ظلام، ضلمة في كل حاجة، غير الشر اللي شافه من الأناديل من حقد وكره وافتراء، فبرضه ما اتبسطش، وقال يرجع تاني لأناديل النور. وقالوا له عشان نقبل بيك لازم ان احنا نكلفك بمهمة صعبة، ان انت تدافع عن الحب والدين والوطن، وهو اصلا مش مؤمن بيهم خالص. فحاول، ادوله 3 محاولات، فشل في محاولتين ونجح في الأخيرة. وكل مرة كان بيلاقي نفسه في المحاولة وسط صحراء مع ناس ما يعرفهمش، بيعمل معاهم حاجات ما يعرفهاش ومش عارف يعمل ايه، وبيلاقي معاه ضي حبيبته بتساعده انه يكمل الحكاية. والغرض من المحاولات انه يرجع تاني يؤمن باللي كفر بيه طول حياته، ويعيش تاني حياة سعيدة، وما يرجعش تاني كئيب ويعيش في الظلام. ولما فاق يونس رجعت له تاني الذاكرة، بس رجع انسان جديد، شكل جديد وطريقة جديدة، ورجع مؤمن بكل الحاجات اللي كان كافر بيها، وبقى عايش في مثلث النور مش مثلث الظلام. طب هو احنا لازم نمر بكل الحرب النفسية دي علشان نقدر نتخطى تجاربنا الوحشة ونرجع نعيش تاني في سلام مع الناس؟ بلاش يا جماعة التجارب السيئة تخلينا نفقد الثقة ان احنا ممكن نعيش تاني ونعيش مع ناس ونحبهم ونمر بتجارب حلوة. عجبتكم الحكاية؟ قولولي في الكومنت. انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.